هاتف من مخيم فيريا قرب إدومين الحدودية على الحدود اليونانية المقدونية اللاجئ السوري ولاء جبارة. أهلا بك ولاء، ما الذي يحدث؟ المعلومات المتوفرة لديك وعملية الإخلاء على من تنطبق؟ قامت الشرطة اليونانية البارحة بتوزيع أوراق للاجئين. رتب على هذه الأوراق أن الحدود اليونانية المقدونية لن تفتح أبدا، وسنساعدكم على إيجاد مكان أفضل يوم الغد. وبالفعل منذ الصباح الباكر أعلن المتحدث باسم الجهاز اليوناني لتنسيق أزمة اللاجئين يورغوس كريستس بأن عملية إخلاء المخيم ستجري ببطء شديد وستستغرق ربما 10 أيام دون استخدام القوة. وبالفعل لا داعي لاستخدام القوة، بما أن الحكومة اليونانية قامت منذ شهر كامل بمنع الإعلام من الدخول إلى مخيم إدوميني، وقامت أيضا بتخفيض عدد وجبات الطعام للاجئين، وهذا ما أدى للاجئين بالاستسلام فورا. طيب ما عليه ولاء، لأن أنت بمخيم بحسب ما أفهم قريب من هذا المخيم، لا تستطيعون الدخول أيضا إلى إدومين، وهل ينطبق عليكم الوضع أو قادم بالنهاية لا محالة أم ماذا؟ وضع ماذا؟ وضع الإخلاء والنقل وإغلاق الحدود. بالنسبة للإخلاء هو فقط لمخيم إدوميني بسبب كثرة الناس هناك، وبسبب محاولة الكثيرين الذهاب إلى مقدونيا أو إلى ألمانيا عن طريق الحدود اليونانية المقدونية. لذلك قامت الحكومة اليونانية منذ بداية الشهر، قررت الحكومة اليونانية إخلاء المخيم، وقالت أنه سيتم إخلاؤه بشكل كامل قبل نهاية هذا الشهر. وأنا لي أصدقاء كثيرين هناك في كيف بتم نعم ولا كيف بيتم التواصل معهم؟ كيف بيتم التواصل معهم لمعرفة كل هذه المعلومات من الداخل؟ يوجد شبكة واي فاي داخل الكامب، ويستطيعون طبعا على الشبكة العادية لا توجد شبكة، لأنه شبكة اليونان فودافون موجودة على الحدود بين اليونان ومقدونيا، لا تصل الشبكة إلى هناك، لذلك يتم التواصل معهم حصريا عبر شبكة الواي فاي وعبر الواتساب وهذه البرامج. طيب وشو عم بخبروك هلا؟ كيف عم بتتم عملية الإخلاء ولماذا ببطء إذا لم يكون هناك من استخدام للقوة؟ في البداية كان هناك أنه يمكن أن يكون في بطء، لكن قلت لك أن الناس استسلمت فورا وقامت بشد انطلاقها وحزمهم، وتوجهت أكثر من 150 عائلة منذ صباح اليوم إلى مخيمات سيلونيك وأثينا، تحديدا لمخيم لاداغاتيا ومخيم يانيتسا في سلونيك ومخيمات أخرى في أثينا. بقرارهم ولا أين يذهبوا؟ ولا كان لأنه حسب ما فهمت أنه في كانت هناك حافلات تنتظر العائلات، تم إخراج حوالي 400 شخص، لا أعرف فيما يتعلق بالعائلات كم عدد العائلات، ولكن حوالي 400 شخص. نحن نتحدث عن 8000 شخص. كيف تتم عملية التوزيع؟ وهل نتوقع أن تنتهي بسرعة أو انتهت ربما؟ أنا سميتون للتوضيح أكثر. هذه العملية جرت أكثر من مرة في مخيم إدوميني، وقامت الشرطة اليونانية بتوزيع الكثير من الأوراق تقول بأن الحدود مغلقة وسنساعدكم للذهاب إلى مخيمات أخرى، والناس لم تستجب لهذه الدعوات أبدا، لا من الحكومة ولا من الشرطة، وبقيت موجودة هناك. لكن السبب الرئيسي لمغادرة الناس اليوم وبعدد كبير، ولم يبقى الآن حسب ما يخبرني صديقي لم يبقى سوى 450 لاجئ تقريبا. السبب الرئيسي هو تقليل عدد وجبات الطعام ومنع الإعلام والمنظمات الإغاثية من الدخول إلى مخيم إدوميني منذ شهر تقريبا. أما من جهة الطعام فهي من أسبوع، هي وجبة واحدة لكل عائلة، وجبة واحدة فقط منذ أسبوع وحتى اليوم. طيب من مخيم فيريا قرب إدومين على الحدود اليونانية المقدونية اللاجئ السوري ولاء جبارة، شكرا جزيلا لك.